في الوقت ده بنشوف البنت الصغيرة دي واللي اسمها شينياو، وفي اللحظة دي حد غريب بيرن عليها فبترد. وصلوا جايين بيدوروا عليكي، انت مين؟ وفجأة بيظهر رجالة حواليها والبنت مرعوبة. اهربي بسرعة. فبتجري بسرعة والشخص بيقول لها ادخلي اول باب على يمينك، وبتدخل فعلا وبتقفل على نفسها. اعمل ايه؟ والعصابة بيدمروا الازاز وخلاص هيكسروا الباب، وياو مرعوبة جدا. بص وراكي. فبتبص وبتلاقي قوة غريبة جدا وبتظهر ايد حد، والعصابة خلاص تفتح الباب ويفتحوه فعلا، بس ياو مش موجودة والقوة اختفت. وفي اللحظة دي بيكون الشخص الغريب شايلها وبيجري بسرعة جدا، حد بيصوب عليه بضربة قوية، فبيسيب ياو وبيحط في ايدها ساعة ومحوطها بحاجز يحميها، وبيرجع للعصابة وبيديها حتة شقلباز بيكسر الارض من تحته ويدب. بينكت الاول بوكس بيلزقه في الجدار، وواحد تاني بيهجم عليه بس بيديله بوكس على رجل بيسوحه، وتاني بيهجم عليه وبالجاكيت بيشلحه، وبيدخل على اللي بعدهم بوكس من هنا على رجل من هنا بينيمهم هما كمان، وبيلبس الجاكيت. لا معلم يلا. وفجأة بيدخل حد عليه بسرعة وهوب بيديها حتة شقلباز وبيمسك اللي بعده وبيرميه في حضن صاحبه، وفجأة واحد بيمسكه من رجله واديت البيت فين وبيطيروا فوق بقوة كبيرة جدا. بس على مين يا معلم؟ حتى في الهوا ماسكهم دعك يمين وشمال، بس فجأة واحد بيغفله وبيطلق قوة كبيرة جدا وبوم بيلزقوا في العمارة. بس لا يا معلم، ده هو اللي لزقهم ونيمهم في الارض كمان. بس في اللحظة دي بيظهر قدامه قائدهم، فالمقاتل بيقول ما بدهاش بقى، والقائد بيزعق وبيخرج قوة هائلة جدا وبيمسك العمارة وبيدمرها، والمكان بيتدغدغ حرفيا، والناس كلها مرعوبة وبيجوا من الجنون اللي بيحصل، والقائد بيطلق العنان لقوته وبيشتري العمارة اللي وراه كلها. ده انت جامد اهو. والقائد بيهجم عليه بالمبنى وهيسيبه، بس كل ده في الفاضي قدامي، وبيرفع ايده بس وبيخلي المبنى كله مكعب حندوق كده، فالقائد بيتصدم والمقاتل بيهجم عليه بقوة مرعبة جدا وبوم بيحصل انفجار هائل جدا وهيدمر المدينة كلها. شكلي لازم الم الموضوع شوية. فجأة كل حاجة بتوقف وبيتنقلوا في بعد تاني. القائد مصدوم، انا فين؟ بيبص قدامه وبيلاقي الجبار ده واقف قدامه، فبيخرج سلاحه وهيهجم عليه. السلاح ما بيضربش. لا انت هنا في مكاني، هتقل ادبك هشلفطك. وفجأة بيظهر نفس القوة الغريبة وهوب الارض اللي تحته بتتحول لمية والقائد بيغرق، والمقاتل بيقول في المرة دي اكيد النهاية اتغيرت. وفي تلك اللحظات الزمن بيتحرك بسرعة جدا وعقارب الساعة بترجع لورا وهوب فجأة شينياو بتصحى وبتلاقي نفسها في المكتبة ولا كأن حاجة حصلت، ومعاها ساعة المقاتل الغريب. أيوة ده رجع الزمن يا جدعان. بس مين المقاتل ده؟ والعصابة دي عاوزة ايه من ياو؟ والآن فلنبدأ في سرد أحداث الحكاية. وبعد مرور عدة أعوام بتكون ياو كبرت وقاعدة مع أصحابها بيلعبوا لعبة سؤال أم عقاب، وده هو وانج بطل حكايتنا، وهو وياو أصدقاء مقربين من الطفولة. وفي الوقت ده ياو بتخسر، فواحد بيسألها قولي لنا بصراحة يا ياو مين الشخص اللي بتحبيه؟ فوانج بيتحمس جدا، فالتاني بيقول ايه اوعى تفكر ان ياو بتحبك، ده مفيش واحدة تبصلك أصلا. بس ياو بتكون مكسوفة جدا وبتعترف لأول مرة بحبها لوانج. اوبا كله مصدوم، ده حتى وانج هيطير من الفرحة. وبيمر الوقت ووانج مروح، شوية بلطجية بيثبتوه، واحد بينزل فوق ضرب. انت عبيط يلا، انت عاوز تخطف البنت اللي زعيمنا بيحبها؟ وانج بيقول لنفسه هطلع ازاي من المصيبة دي، دول عصابة المدينة الشمالية، انا مش قد الناس دي. وزعيمهم سون جون راجل خطير وسمعته سابقاه، كل المدينة بتخاف منه، بيحب ياو ومقتنع انها بتاعته. وفي اللحظة دي زعيمهم جون بيرن على ياو من تليفون وانج، اسمعي هوريكي دلوقتي حبيب القلب وهو بيتروق. فالبنت بتتخض، الحوار ده بيني وبينك. فواحد بيديله بوكس في التاني بقوة كبيرة جدا، ياو بتزعق سيبوه، بتتقطروا على واحد لوحده. وجون بيقول مين اللي يستاهل يبقى مع ياو؟ قول لي انت عاقل وهترد بالاجابة الصح. فوانج بيغضب وبيخبط اللي قدامه بالروسية بيجيب له صداع، بس الولا بيزقه وانج بيترمى في البحر، العيال بيتصدموا والتليفون بيقع وراه. لا وانج، جون بيزعق انت غبي يلا، ازاي ترميه كده الولا هيموت. وانج بيغرق وبيغمى عليه بالبطيء وبيفتكر ذكرياته مع ياو. معقولة خلاص هنا انتهت رحلتي في الحياة؟ بس في اللحظة دي بيشوف ضوء، فبيروح ناحيته وبيلاقي مكعب غريب جدا، واول ما بيلمسه المكعب بيدخل جوه جسمه بسرعة وبيحصل زلزال قوي جدا. وانج بيتألم بقوة، ايه اللي بيحصل؟ وفجأة وانج بيتسحب بقوة هائلة جدا، فجأة بيظهر في بعد تاني. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مت ولا لسه؟ وايه المكعب اللي انا فيه ده؟ وفجأة بيظهر صوت، اهلا يا سيدي، ده المركز والبعد المكاني بتاعك، تقدر من خلاله تنتقل آنيا لأي مكان تحبه. ولسه وانج بيتكلم فجأة بيختفي وبيظهر في السماء. انا ايه اللي جابني هنا؟ وبيبص وبيلاقي جون
جون وعصابته بيدوروا على جثة وانج، وفجأة بيختفي مرة تانية وبيظهر في المدرسة. دي شكلها قوة خارقة يا جدعان. والصوت بيظهر تاني، دي قدرتك الجديدة، الانتقال الآني. انت مين يا عم انت؟ فالصوت بيتكلم، في حد جاي. والامن بيفتح الباب بس وانج اختفى ورجع لبيته، وياو بترن عليه فبيكلمها وبتكون قلقانة عليه جدا وبيطمنها، وبعدها بيكون هينام. بس فجأة بيظهر نفس الصوت، انت اللي جابك هنا يا عم؟ قلت لك يا سيدي انا في جسمك. وفجأة وانج بيطير في الهواء وبيتحوطوا هالة غريبة جدا، وفجأة بيختفي وبيظهر مكانه المكعب الغريب. هي ايه الحكاية بالظبط؟ وبيظهر وانج في البعد المكاني. قول لي يا عم ايه اللي بيحصل؟ وانت مين؟ انا المساعد بتاعك وانت سيدي، والمكعب اختارك عشان تمتلك القوة الخارقة بتاعته، والمكان ده هو قدرتك الاولى. شكلي في العالم الحقيقي ما الا مكعب صغير، بس في الحقيقة ان جواه نظام كون لا نهائي تقدر تتنقل بيه لاي مكان لحظيا، وحجم المكعب ده بيدل على مستوى قوتك الحالي. طيب ليه ساعدتني واخترتني؟ ليه انا بالذات؟ فوانج بيطير، انت الوحيد اللي هتقدر تتصدى للظلام وتصبح ملك هذا العالم، ومن هنا ستبدأ حكايتنا. وبعدها بينتقل فوق مبنى عالي جدا. قول لي بقى ازاي اتحكم في المكان اللي بنتقله؟ الموضوع بسيط، ركز وهتقدر تشوف اشعاعات لمناطق مختلفة، وكل ما زادت قوتك كل ما هتقدر تشوف اماكن اكتر والمسافة ابعد. وانج بيتعب جدا، وخد بالك ده كله بيستنزف طاقة كبيرة. وانج قلبه بينبض بسرعة وبوم بيغمى عليه، وبيمر الوقت والمكعب بيرجع وانج لأوضته. وانج بيصحى وبيتكلم مع المكعب. يعني دي قوة خارقة بالظبط كده، بس غير محدودة، بمعنى كل ما هتتدرب وتتطور اكتر قوتك هتزيد. وانج بيفتكر عصابة جون، لازم اقدمهم على اللي عملوه ده. قول لي ازاي زود قوتي؟ فبيقول له عن طريق امتصاصك للجواهر الطاقة، وقوتك هتتضاعف، وكمان هتكتسب قدرات جديدة. فبيقول له طب الجواهر ولا الاحجار دي اجيبها منين؟ فبيقول له دي احجار نادرة جدا، بس انا لقيت واحدة موجودة تحت في الحديقة. فوانج بيلبس بسرعة وبياخد معاه المجرفة وهوب بينتقل على طول الحديقة. وانج بيقول بصراحة ليه انت بتساعدني؟ عشان احقق لك امنيتك، والاهم عشان تتصدى للظلام المطلق، فلازم تبقى ملك العالم ده. يا عم انا مش عاوز كل ده، انا عاوز احمي ياو بس. ما عشان تقدر تعمل كده لازم تمتلك قوة لا تقهر. وبعدها وانج بيستخدم تقنية الاشعاع، وبيلاقي الحجارة وبياخدها وبينتقل للبعد المكاني، والمكعب بيمتص الجوهرة، وفجأة قوة وانج بتزيد جدا. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وانج بيروح الجامعة وياو بتتكلم معاه، وفجأة بيدخل جون واصحابه. فياو خايفة، ايه اللي جابه لهنا؟ ما تقلقيش اقعدي مكانك. وبعدها جون بيقتحم الفصل وكله خايف منه، وبيروح لوانج. فياو بتقول ابعد عننا وسيبنا في حالنا بقى. فبيقول لها انت فاهمة غلط، الموضوع وما فيه ان وانج ده مجرد جبان قاعد يترعش من الرعب. فبتقول له لا وانج راجل مش جبان. فبيقعدوا يضحكوا، بس وانج بيقوم سيبي لنا الموضوع ده، تعال نخلص الحوار ده مع بعضنا. فجون بيغضب وبيمسكه، انت عبيط؟ انت بتتجرأ وبتكلمني كده ازاي؟ فوانج بيمسك ايده وبقوة، وجون بيتصدم، لو ضايقتها تاني هخلي امك تزعل عليك. فجون مش مصدق، جات له منين الجرأة والقوة دي؟ فجون بيقول له اشوفك في الملعب الساعة 5، تعال لوحدك ووريني نفسك. وبعدها بيمشي. دي هتولع يا جدعان. وهنا جون ايده وجعته جدا مكان قبضة وانج، وغاضب جدا، ازاي قبضته بالقوة دي؟ انا لازم ادفعه الثمن غالي قوي. وبيجي واحد، كل حاجة جاهزة يا زعيم. دول عاملين كمين لوانج يا جدعان. وبيمر الوقت وانج بيروح فعلا للملعب. هو فين جون؟ فبيضحكوا، انت عبيط يلا، جون كده حاف من غير سيدي. وبيقعدوا يتريقوا عليه. لا بالراحة يا شباب، الراجل ضيفنا برضه، طب اقفلوا البيبان بقى عشان نكرم الضيف الجميل ده. دول هيتلموا عليه كلهم يا جدعان. فوانج حس بالخطر فبيحاول يستفز جون، ما تقول انك خايف تقاتلني وبتتحامى في رجالتك. وفي اللحظة دي بيجي اقوى واحد فيهم، سيبهولي يا زعيم. وبيهجم على وانج، بس وانج بيتفادى ضرباته بسرعة وبيستفزه اكتر، فالضخم بيهجم بقوة اكبر. وهوب وانج بيمسك رجله، خلاص يا عجل انت، وبيخرج قوته وبوم، وبيمسكوا وبيلزقوا في الجدار، وكلهم بيتصدموا من امتى وانج بالقوة دي. بس بيضحك بعلو صوته، وريني يا عم البطل هتعمل ايه قدام كل دول. دول هيقتلوا كلهم في نفس الوقت. قول لي يا مكعب كم فرصة تفوزي عليهم؟ للأسف يا سيدي 30% بس. دي كارثة. وبيهجموا عليه بسرعة، وانج بيتصدى ليهم وبيدي بوكس الأول في التاني. وراك يا سيدي. فوانج بيلف بسرعة وبينكتوا رجل بتنيمه، بس واحد بيسيب وانج من ظهره. وانج بيتعب بس بيجري بسرعة وبوم بيطير الأول وبيجيبوا الأرض. وفجأة كلهم بيهجموا على وانج بسرعة، وهوب بيديها حتة شقلباص وبيتحرك بسرعة وبيجيب 2 الأرض. بس واحد بيمسكه والتاني بوم بيخبط وانج
بالرجل بيجيبوا الارض وجون فرحان. ايوه كده افشخوه يا رجاله. وانج بيقفوا وبيتلموا عليه وبيسووه ضربات كتيره جدا، بس بيلف وبيخبط الاول وبالرجل للتاني وبيمسك التالت بيصفره، واللي بعده بيهجم عليه بس وانج حجر ما بيتهزش وبيمسك رجله. تعالى يا روح امك. بيلزقوا في دماغ جون وبينيمهم الاتنين، وجون بيبص وكانت الصدمه وانج فشخهم كلهم. جون مرعوب، وانج ده قوته مرعبه جدا. انا غلطت لما فكرت اضايقه. وانج بيقرب عنده. سيدي خد بالك انت مرهق جدا، مش هتقدر تكمل في القتال. بس وانج بيقول لازم الاول اعلم على الحقير ده. وجون مرعوب جدا. لا ما تلمسنيش انا اسف. في اللحظه دي فجاه الانوار بتشتغل وبيدخل عصابه تانيه وبيضحكوا. الا العصابه الشماليه طلعت مالتي خالص اهو، واحد بس عمل فيجو كده يخربتها. ودول هم عصابه الجنوب، وده قائدهم هوان وبيشمت في جون وعامل لي فيها جامد واتاريك محمي في شويه الهفاءات بتوعك. بس عارف انا عجبتني البت ياو اللي بتحبها دي. فوانج بيتكلم. مالكش دعوه بيها، انت مين انت عشان تتكلم؟ النظام بيتكلم. انا بنصح بالهرب يا سيدي، انت مرهق جدا ودول اقوى من عصابه جون. دي كارثه اكبر. وبيهجموا على وانج بسرعه، بس وانج بيجري وبيهجموا عليه وهيسيبوه، وهوب بيستخدم الانتقال الاني وبيقفل الانوار. تعالوا لي يا شويه اوباش. بيظهر ورا زعيمهم وبيبص وراه. الولد بيتصدم. وانج ما بيسميش وبوم بينكتوا ضربه بيلزقوا في الارض، وبيمسك الباقي بوكس من هنا على ضربه بالكوع من هنا وبيفشخهم. ولا اجدع نينجا والله. وواحد بيفتح النور وبيبص وراه وبيتصدم. وانج جايبهم كلهم الارض، لعب بيهم لعبه حرفيا. جون مصدوم صدمه عمره. اكيد وانج ده وحش، مستحيل يكون بشري زينا. وجون بيحاول يهرب. رايح فين بس؟ سيبني بالله عليك ومش هتشوف وش امي ده تاني. وانج بيسيبه وبيخلص اليوم. وانج بيرجع لياو وبيجي اليوم اللي بعده. وانج ادرك انه لازم يزود قوته اكتر، فراح اشترى عده حفر وقرر انه يدور على جواهر الطاقه. وبيروح لاقرب جبل في الغابه، والمكعب بيقول له تحت الارض في كهف كبير جواه جواهر قويه جدا. وانج بيركز وبينتقل هناك فعلا وبيدور على الاحجار وبيشوفهم فعلا بس بعاد عنه، وبيقعد يفكر هيروح لهم ازاي. وفي اللحظه دي بتظهر افعى ضخمه جدا وراه وبتفتح بقها وخلاص هتقتله، وهوب بينتقل لمكان تاني وبيفضل ماشي عشان يوصل للجواهر. والافعى بتروح وراه وبتقرب منه وبتهجم عليه، بس هوب بيختفي مره تانيه. الافعى زهقت منه والله. وانج بيوصل لمكان الجواهر وبيكسر واحده. ياه دول لو امتصتهم هيخلوني سوبرمان. بس في حته بتقع منه في الميه، فبيستخدم الاستشعار عشان يشوفها. ايه ده؟ دي الافعى يروح امك. بتقرب منه جدا وانج مرعوب وبتهجم عليه بسرعه، بس بيقع من على الصخره وبتروح وراه بسرعه كبيره جدا وهتاكله، بس بيتفاداها في اللحظه الاخيره. بس تفتكر خلاص كده؟ لا، الحبل بيتقطع. وانج بيقع في الميه جنبها. يا حظك الاسود يا وانج. والافعى خلاص تقتله، بس بوم بيضربها بالجاروف، بس بتهجم عليه تاني. ابعد عني. بس الافعى بتحاوطه وبتمسكه وخلاص تقتله، بس وانج بيغرز الجاروف في جسمها وبينتقل بسرعه للبعد المكاني. يلا يا عم النظام، امتص الجواهر اللي جبتها. فبيقول له انا ممكن ادمجها. فبيقول له ازاي؟ الجواهر 3 فئات، ابتدائيه ومتوسطه ومتقدمه. لو دمجنا 3 جواهر ابتدائيه هيكونوا جوهره متوسطه، وهكذا مع المتقدمه. ولو دمجنا 9 من ال11 جوهره دول هنكون جوهره متقدمه وقوتها عاليه جدا، بل وكمان هتديك قدرات نادره، بس دمجهم هياخد 100 ساعه. فبيقول له خلاص امتص الاثنين الباقيين، وعلى ما اعتقد هيكونوا كافيين لمقاتله الافعى دي. والنظام بيعمل كده فعلا، وقوه وانج بتزيد وبيرجع للافعى، والافعى بتهجم عليه بقوه، بس وانج بيخرج هاله مرعبه جدا وبيستخدم الانتقال وبيصيبها بضربات كتيره جدا وبوم بينكتها ضربات جباره جدا. فالافعى بتخاف وبتجري. حقها بصراحه يا جدعان، الولا زنقها ضرب في ضرب من غير شتيمه حتى. ومن الناحية التانية هنا جون قاعد مع هوان وبيقول انا لازم انتقم من وانج ده. ازاي يتجرأ يذلني بالطريقة دي؟ هتعمل له ايه يعني يا عم الفالح؟ ده فشخنا كلنا وما خدناش في ايده غلوة. انا سمعت ان الزعيم ليو رجع من السجن. فبيقول له قصدك انك هتطلب منه المساعدة؟ مستحيل، انت مجنون. فالتاني بيقول له انت عارف هو اختفى لمدة 2 سنين واتسجن ليه؟ فبيقول له سمعت انه اتشاكل مع حد خطير جدا. فبيقول له ايوه شيجو تشين، قصدك الراجل المرعب ده قريب ياو. فهوان بيقول والزعيم ليو هيدفع اي تمن عشان يلاقيه. دول يقصدوا المقاتل الجبار اللي انقذ ياو من زمان. وبخدعة بسيطة هنخلي الزعيم ليو يقتل لنا وانج ده. دي كارثة. وفي اليوم ده وانج بيتمشى مع حبيبته ياو وبيخرجوا مع بعض، وبعدها بيقعدوا يتكلموا، وياو بتلعب معاه لعبة التخمين. وانج بيفعل مهارته وبيكسب كل الادوار، وبعدها بيديها جوهرة من اللي لقاهم وهو بيدور في الكهف، وبتفرح جدا. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا وانج بيكون مستني ياو بس بتتأخر جدا، وبيسمع 2 معديين بيتكلموا. شفت اللي حصل في المبنى الغربي؟ الشرطة واقفين هناك وشكل فيه حادث كبير حصل. فوانج بيتصدم، ده المبنى اللي بتسكن فيه ياو. فبيجري بسرعة وقلقان جدا عليها وبيوصل،
وبيشوف ام ياو بتعيط للشرطي. الحقني، انا اول ما رجعت لقيت الاوضه كلها متكركبه وما لقيتش ياو، ارجوكم انقذوا بنتي. وانج مصدوم، مين اللي عمل كده؟ وبيشوف جون ماشي فبيروح وراه، واول ما بيشوف وانج بيترعب. قول لي ياو فين؟ وبيخرج قوته وبوم بيخبط الجدار خبطه بتزلزل المكان كله. لا هقول لك على كل حاجه. وهنا ياو متكتفه في مبنى مهجور ومرعوبه جدا، وده هو الزعيم ليو وبيكون مكتف هوان وكشف خطتهم كمان. طب تستغلني يا لا تستغلني عشان مصلحتك، بس عارف اكيد برضه شيجو تشين هيجي عشان البنت اللي جوه دي. وبيروح لياو. قولي لي بقى ايه علاقتك بشيجو تشين؟ معرفوش والله، معرفش مين ده، مش عارفاه ازاي؟ ده قضى على نخبه من المقاتلين عشان يحميكي، تقولي لي مش عارفاه؟ وبيكون هيضربها بس مساعده بيوقفه. احتمال ما تكونش عارفاه فعلا، بس شيجو اكيد يعرفها او هي هتوصلنا لطريقه لقتله، لان بصراحه حتى لو استدرجلان هنا مش واثق اننا هنقدر نهزمه. فبيقول له ازاي؟ ده انا دفعت ملايين عشان اجيب اقوى محارب الظلام. فبيقول له مظبوط، بس لحد دلوقتي محدش عارف قوة شيجو الحقيقية ولا حتى وصلت لفين. بس عارف انا خايف اكتر لو قتلنا البنت دي او اذيناها، شيجو تشين هيغضب جدا ومفيش مكان في العالم ده هيمنعه من الوصول لينا، وهنلقى مصير محدش فينا يتمناه. ده شيجو تشين ده عامل لهم رعب يا جدعان. بس بيقول الصح اننا نستخدمها كرهينة نهدده بيها. وهنا جون بيقول لوانج على كل حاجة، وان هوان ضحك على مجرم خطير جدا اسمه الزعيم ليو. فبيقول له مين ده؟ فجون بيقول من فترة كان متشابك مع عيلة كبيرة جدا وخطيرة، فكبيرهم راح وركع على الارض عشان السيد ليو يسامحه، بس ليو مشي وسابهم راكعين مكانهم لايام. دي حاجة بسيطة تبين لك هيبة وقوة الزعيم ليو. فوانج بيقول له امال مين شيجو تشين ده؟ وليه هو مفكر انه يقدر يستدرجه عن طريق ياو؟ شيجو تشين انا متأكد انك تعرفه. فاكر الحادثة اللي حصلت للياو من زمان واحنا صغيرين، وعصابة خطيرة كانت هتخطفها وفي شخص انقذها وقضى عليهم كلهم؟ اهو ده بقى شيجو تشين، وكل المنظمات الخطيرة بتدور عليه ومحدش قدر يلاقيه. ولما ظهر مرة تانية قطع صباعين من ايد الزعيم ليو. وليو مش هيسيب شيجو ده وهينتقم منه بأي طريقة. فخلاص بقى استسلم عشان محدش يقدر يقف قصاد ليو هو ورجالته. فوانج بيكون رايح. انت رايح فين؟ انت مش مدرك خطورة الشخص ده؟ انت مفكرني زيك يالا ولا ايه؟ اتصل على الشرطة انت بس وانا هروح اشوف الحوار بنفسي. والجدار بيتكسر مكان خبطة وانج، فجون بيخاف. ده انت مرعب يا جدع، ربنا معاك بقى. وبعدها وانج بيوصل للمبنى، وهنا ليو بيقول لمساعده ما تقلقش، فالمرة دي انا جايب محاربين الظلام نفسه يخاف منهم ودفعت لهم ملايين عشان ده. ايه لا انا جاي عشان انتقامي من شيجو تشين وبس. والزعيم ليو بيخاف. شكل الشخص ده مرعب جدا يا جدعان. وهنا المكعب بيقول خد بالك يا سيد وانج، في 7 قوى فوق مرعبين جدا. فبيسألوا عن الدمج، فبيقول له لسه حوالي نص ساعة. وبعدها وانج بيطلع الدور الاول وبيلاقي الباب مقفول ولسه هيدمر القفل. ما انصحكش تعمل كده. بيظهر اول مقاتل قدامه. الباب ده مدعم بحاجز سحري، لو حاولت تدمره بايدك هينفجر وهيفجرك معاه. والمكعب بيقول سيدي قوته تقدر ب 52 نقطة، اما انت في 50 بس. وهنا ليو بيروح لياو وبيشغل الشاشة وبيوريها وانج وهو بيقاتل، والبنت بتخاف جدا على وانج. اما نشوف بقى البطل بتاعك ده هيوصل لفين قبل ما يموت. وهنا الضخم بيهجم على وانج بس بينط وبيخبطه برجل في وشه بس ما بتأثرش فيه، وبيهجم بسرعة عليه بس بتصدى ليه. لا بيصيب الضخم في وشه وبيجري وبيهجم عليه بضربة قوية جدا بتهز الارض كلها، بس الصدمة من الضخم تصدى ليها. بيمسك وانج ودب بيرزعه في الارض بقوة كبيرة وبيصيب وانج بضربة قوية جدا. وانج مش عارف يعمل ايه معاه بس بتجيله فكرة. ايوه والضخم بيهجم بضربات كتيرة جدا وانج بيحاول يتفاداه بس بيخرج قوته وبوم بيرزعه رجل بتلزقه في الجدار. تعالى لي يا روح امك. فالضخم بيغضب جدا وبيهجم بسرعة كبيرة جدا على وانج، بس على مين يا معلم؟ وانج بيتفاداه وبيخرج الشاكوش وبيقول له شعرك منكوش وبوم بيفشخه حرفيا وبياخد مفتاح الباب منه وبيطلع الدور اللي بعده. خد بالك يا سيدي، واحد بيهجم عليه بسكينه وبوم بيضرب وانج بالرجل. وانج هيقع من على السلم وبيمسك السكينه وهيخلص على وانج، واللي يقول لك اطلع لي فوق اما العب معاك شويه. وبيمشي وانج بيقف. فالمكعب بيقول له الشخص ده قوي وصلت قوته ل 75 نقطه. فبيتصدم بس بعدها بيطلع وبيلاقي المكان كله ضلمه، وفجاه بيظهر ورا وانج وبيهجم بسرعه بس وانج بيتفاداه وبيهجم بضربات كتيره وبيرمي السكينه على وانج وانج بيتفاداه بس
بس بوم بيفعل عينه والسكينه بترجع تاني، وهوب وانج بيديها حته شقلباز وبوم بيديله بالرجل في وشه، وواحده كمان بتطيره. الولد مصدوم، ازاي شافني؟ اكيد بالصدفه. وانج بيغمض عينه ولا همه، بس الولد بيختفي فجاه وبيظهر مهارته، وبنعرف انه بيختفي في الظلام ويفترس خصمه من غير ما يحس، وبيقول مهما كانت قوه خصمي ففي منطقتي هو فريسه تحت رحمتي، وبيهجم بسرعه على وانج. بس بوم وانج بيديله بالقلم على وشه، فالولد بيغضب جدا وبيتحرك بسرعه هائله جدا وبيسيب وانج وبيهجم على الضرب القاضيه بكل قوته وخلاص هيسيبه. بس على مين يا معلم؟ وانج بيظهر مضرب ودب بيفرتكه في لمح البصر. وهنا واحد بيقول لبنت الدخيل هزم المقاتل التاني، فبتقول له اكيد الواد ده قوي، فبيقول لها بس من وجهه نظري مش هياخد في ايد بيول في 10 ثواني. شكل بيولفي ده قوي جدا يا جدعان. وانج بيطلع له وبيهجم عليه بسرعه من ظهره، بس بيمسك المضرب وبيرزع وانج في الارض. وانج مش قادر يتحرك، وكل ده من ضربه واحده بس. والمكعب بيقول سيد وانج اسمه دقيقه واحده على ما الدمج ينتهي. والراجل بيمسك وانج وبيخنقه بقوه كبيره جدا، بس وانج بيخرج سكينه وبيسيبه بسرعه وبيهجم عليه. ما بيتهزش من مكانه حتى، وبيهجم على وانج بس بيتفاداها، وبوم الارض كلها بتتدمر. مش معقول يا جدعان، قوه الراجل ده مرعبه. وانج بيجري وبينط على الجدار وهيضربه بالرجل، بس بيمسك رجله وبوم بيرزعه في الارض. وانج بيحاول يهجم بس من غير فايده، وبيكسر ايد وانج وبينزل فوق ضرب. وانج مش قادر. ايوه هو ده الفرق في قوتنا. وبيزنق وانج في الجدار وبوم بيسيبه بضربه مرعبه جدا بتزلزل المبنى بالكامل. وانج مرمي في الارض. معقوله خلاص؟ لا استنى، دلوقتي جه دوري. وبينتهي دمج الجواهر وبتخرج من وانج هالة مرعبة جدا وعينه بتتغير. والراجل بيهجم لسه على وانج، فجأة بيظهر قدامه وبوم بيصيبه بضربات كتيرة وسريعة جدا. والضخم بيهجم على وانج. مش قلت لك خلاص جه دوري؟ بيتصدى ليه وبوم بيديله بوكس بيطيره. والولا مش فاهم ايه اللي حصل، ازاي بقى بالجبروت ده؟ ولسه ما كملش كلامه بيظهر قدامه فجأة ودب بيرزعه في الجدار. ومش بس كده، بينطلق بسرعة مهولة جدا وبوم بيفشخه حرفيا. يا جبروتك يا اخي. ويا واليو بيتفرجوا ومش مصدقين. واليو بيغضب جدا، ازاي ده هزم مختال الظلال محارب من الفئة سي، ازاي قضى عليه؟ اكيد في حاجة غلط. فالمساعد بيتكلم، ما تقلقش يا سيدي، فاللي هيقابله في الدور اللي بعده 2 وحوش مفترسة حرفيا، دول مختلفين تماما، مختالين من عالم الظلام، الكل بيعمل لهم 1000 حساب. وبالاخص البنت دي لو قلعت السوار اللي بيكبح قوتها، فحتى احنا لازم نهرب من هنا باسرع وقت. وهنا وانج طالع على السلم ومش قادر، وبيسأل المكعب ايه مقدار قوة العدو الجاي. للاسف ما اقدرش احسب مقدار قوته. اوبا صدمة نزلت على وانج كالصاعقة، بس وانج بيعاند، لا انا هكمل وهنقذ ياو. والمكعب بيقول ضربات قلبك بترتفع جدا، هدي نفسك يا سيدي. فبيقول له انت عارف كويس رعب الهالة اللي طالعة من العدو عاملة ازاي. فوانج بيدخل لهم، وفي الوقت ده واحد بيقول ما عندوش اي قوة خاصة ولا حتى مهارات فريدة، وبيقاتل بقوته الجسدية بس. والبنت بتروح تسلم على وانج وبتضغط على ايده بقوة كبيرة، فوانج بيضربها بالبوكس في وشها. والبنت بتضحك، اذا قوتك نقية زي الجواهر بالظبط. وبتتحمس وبتهجم عليه بسرعة وبتصيبه بضربات كتيرة جدا، وبوم بالرجل بتجيبه الارض. واللي معاها بيقول انت مش ند ليها، قول كلماتك الاخيرة قبل ما تودع يا وانج. والبنت بترفع رجلها وبوم بتنكته رجل بتطيره. فوانج بيقف وبيديها بالبوكس، فالبنت بتضحك لا وفرحانة كمان، وبتهجم بضربات كتيرة وهي بتضحك، بس وانج بيديها بوكس بيرجعها لورا. والبنت بتضحك لسه، وانج بيتصدم، طب خدي بقى. وانج بينزل فوقها بضربات كتيرة جدا، بس الصدمة بعد كل ده والبنت لسه بتضحك. واللي معاها بيقول هو في ايه يا جدعان؟ ده اللي عندك. وبتهجم بضربات كتيرة وبتطير وانج، وفجأة بتظهر منها هالة غريبة جدا وزميلها بيمسكها، اهدي ما تخرجش قوتك، مالكش دعوة، الفريسة دي عجبتني ولازم اتدرب عليها. اوبا دي بتتدرب على وانج يا جدعان، وايدها بتتحول لمخالب وبتنط على وانج وبتصيبه بمخالبها، وفجأة بتختفي وبتهجم عليه من ظهره. البنت يا جدعان شكلها بتغير ولا كأنها بتتحول لنمر تدريجيا. وانج بيظهر عصاية والبنت بتهجم وبوم بتلزقه في الجدار. وانج مش مصدق، البنت دي قوية وسريعة جدا، لازم اركز والا هموت بضربة واحدة. والبنت بتهجم عليه بسرعة، بس وانج بيلحق نفسه على اخر شعراية، وحرفيا كانت هتطير رقبته، وبتنط في الهواء وقوتها بتزيد وبتهجم، وفجأة بتختفي وبتظهر وراه وبوم بتعضه بانيابها بقوة. وانج بيصرخ من كتر الالم، والبنت بتتحمس اكتر وبتخرج هالة مرعبة جدا ولا كأنها بتتحول، لا اهدي. وزميلها بيخرج ابرة وبيخدرها بيها. وانج مصدوم، البنت دي وحش، اكيد دي كانت بتتحول. والراجل
والراجل بيهديها وبيرجعها لشكلها الطبيعي. وانج مش مصدق، ده لو اللي معاها ده كان قاتلني هو كمان كان زماني ميت دلوقتي. والراجل بيقول لنفسه مفيش وقت، لازم اخلص من الولد ده قبل ما هي تستعيد وعيها وتهتاك قوتها من تاني. وبيهجم على وانج بضربه قويه بس وانج بيتفاداها والبت بتكون هتفوق، فبيجري بسرعه وبيهديها تاني وبيقول اسمع، انت مش هدفك تنقذ البت اللي فوق، محدش فينا يعترض طريقك. فوانج بيقول له طب اثق فيك ازاي؟ فبيخرج عمله، ده قسم منظمتنا، وبيحط عليها نقطه دم وبيعمل معاه هدنه وبيدي لوانج العمله وبيسيبهم وبيكمل طريقه. والراجل بيكلم واحده معاهم، خلاص لازم ننسحب من هنا، انتهت مهمه تدريبنا. بس في اللحظه دي بيظهر واحد وبيجيبها الارض في لمح البصر، والراجل بيزعق ايه اللي حصل عندك؟ انت مين؟ وهنا الشخص ده نازل، فليو بيقول له انت رايح فين؟ رايح اقاتل اللي هزم كل مختالينك. فليو بيتصدم، ازاي هو هزمهم؟ اكيد ده من فعل شخص واحد بس، شيجو تشين. فالتاني بيقول له انسى حواره، انا لقيت مقاتل ممتع اكتر جاي لك يا وانج. والمساعد بيقول لليو لازم نغير الخطه، اهم حاجه سلامتك دلوقتي. فليو بيقول للشخص الغامض ادفع لك 3 اضعاف ثمنك بس خليك جنبي. فبيهجم عليه بسرعه بس المساعد بيتصدر الضربه، قلت لك محدش يقدر يأمرني. والمساعد بيقول لا يا سيدي، لازم ما نعديش الشخص ده بالذات، ده اخطر شخص مرعب في نقابة المختالين، تشو موشان. وبعدها وانج بيطلع الدور اللي بعده وفجأة بيظهر موشان وراه. ما تقلقش انا خصمك الاخير واحب اعرفك عن نفسي، انا موشان. وانج بيسأل مكعب قوة موشان ده قد ايه؟ فبيقول له 7. ايه ازاي 7 ازاي بالهالة المرعبة اللي طالعة منه دي؟ بس الكائن اللي معاه غريب جدا. وفجأة بينط وبوم بيرزع وانج بالرجل بتلزقه في الجدار. ايه اللي حصل؟ ملحقتش اشوفه حتى. وموشان بينزل، عارف انك مش فاهم حاجة بس اقول لك انت بتعتمد على القوة الغاشمة وبس، انما انا بعتمد على التقنيات. وبيظهر في ايده تعويذه وقوته بتزيد جدا، لازم اهجم بسرعه. وانج بيجري عليه بسرعه بس موشان بيجيب وانج الارض، فوانج بيقوم وبيهجم عليه بضربات كتيره جدا بس موشان بيتصدى ليه وكمان متفوق عليه وبيديله رجل مروحه بتطيره. والولد بيضحك وبيروح لوانج، بس فجاه وانج بيحدف على وشه تراب وبيعميه وبيستناش وبينزل فوق بضربات كتيره وبيطيره وبيجري بسرعه عليه وقاعدين يكسروا في العمدان وبيتبادلوا ضربات قويه جدا. بس وانج بيطير التعويذه اللي في ايده وبيديله رجل بيرزعه في الارض وبينزل يكمل عليه. بس موشان ما بيهمتش وعينه بتتغير وبيلزق تعويذه في جسم وانج، بيطيره بقوه وبيخش يكمل عليه بضربات كتيره جدا. بيرزع وانج مره تانيه ولسه وانج بياخد نفسه فجاه الكائن بيهجم عليه بضربات مرعبه جدا ونازل تعكف وانج. بس وانج بيجري وبيقرب منه وبالرجل ودب بيطير الكائن ده. بس في اللحظه دي موشان بيهجم على وانج بسرعه هائله جدا من ظهره، بس على مين يا معلم؟ وانج بيتصدى ليه وبيمسكه بيديله حته بوكس بتفشخه حرفيا. المفروض الضربه دي تقضي عليه كليا ويعم الصمت في المكان. وموشان بيقف، ما توقعتش انك توصل للقوه دي، بس دلوقتي قتالنا انتهى. وفجاه بتنفجر قوه مرعبه جدا منه وشكله بيتغير وبيتحرك بسرعه هائله جدا. بيجيب وانج الارض وبيظهر فجاه وراه وماسك وانج ضربه ورزعه ومش رحمه. الولد بيتحرك بسرعه مرعبه جدا يا جدعان، وانج مش قادر يعمل حاجه بس وانج بيلحق نفسه وبيهجم عليه. بس موشان بيصيبه بالتعويذ بسرعه التعويذ بتنفجر بقوه مهوله جدا وانج بيطير وهيقع من المبنى والكائن بيهجم بضربات كتيره جدا عليه. وحرفيا الاتنين قوتهم جباره جدا وهيدمروا المبنى. وانج بيجري بكل سرعته وبيمسك الكائن ولسه هيقتله. موشان بيشده وبيطيره بره المبنى وبيكسر بكل الجدران وبيلسعه بقوه مرعبه جدا. والصدمه انه بيكمل وبيهجم على وانج بتعويذه قويه جدا وبوم بيسيبه بانفجار هائل جدا. ياو بتعيط على وانج، معقوله خلاص وانج مات؟ بس لا والله، وانج في اللحظه الاخيره صد هجومه بالجاروف وموشان هيتجنن، ازاي لسه ما متش؟ وموشان بيهجم بالكائن باقصى قوه عنده بس وانج بيغضب وبيخرج قوه جباره جدا. تعالى لي يلا، وبينطلق بسرعه مرعبه وبوم بيفرتكه في لمح البصر. موشان اتصدم، مستحيل ازاي قوته زادت بالرعب ده؟ وانج بيمسك الحبل اللي متوصل بموشان والكائن وموشان بيحاول يشد وانج، ايه ليه ما بيتحركش؟ تعالى لي يا روح امك. وانج بيسحبه وبينزل فيه ضربه وكانه كوره حرفيا وبوم بيرزعوا بوكسه بيطيروا بقوه هائله جدا ودب بيترزع في الجدار. يا ابن اللعيبه يا وانج، لا شغل فاخر من الاخر يعني، بس بيكون جاب اخره وضربات قلبه بتزيد بشكل كبير جدا. وهنا المساعد بيقول يا سيد ليو لازم نهرب من هنا باسرع وقت. فبيقول له لا لسه في حاجه لازم اعملها، انت نسيت ان معانا البنت دي ولا ايه؟ اوبا شكله ناوي على نيه سودا. وكمان هنا فجاه وانج بيسمع صوت دقات الانفجار وبيكون الكائن هينفجر وموشان بيقف وبينط من المبنى. خلاص دي نهايتك.
بس على مين يالا؟ وانج بينط من المبنى. عايز تفجرني يا روح امك؟ بس مشان بيهجم بتعويذ كتيره وبوم بيسيب وانج بانفجارات خطيره جدا، وبيستناش وبيحوط وانج بلغم وخلاص هيسيبه. بس على مين يالا؟ وانج بيبعدهم وبيهجم بسرعه كبيره جدا، بس مشان ما بيهمتش وبيهجم عليه بالالغام بكل قوته. انفجار مرعب جدا يا جدعان. وانج جسمه كله بيتحرق وبيشوف ياو قدام عينه، واول ما بيلمسها بوم بتنفجر منه طاقه مرعبه لاقصى درجه، وبينطلق بسرعه مهوله جدا وبوم بيسيبه بضربه خارقه حرفيا، ونازل دعك فيه حرفيا. طغيان وجبروت ملوش حدود، وبوم بيرزعه بقوه جباره جدا بيدمر الارض كلها. وانج جسمه متدغدغ حرفيا وما فيهوش حته سليمه، بس بيقف بسرعه. لا لازم انقذ ياو. وبيطلع المبنى وبيدخل وبيشوف وان قاعد يعيط ومرعوب، فبيمسكه. اتكلم، فين ياو؟ انت يالا. وبيشاور له على الاوضه، فبيروح بسرعه. ياو انا جيت. وبتكون متكتفه ولازقين بقها. وانج بيكسر الحواجز وياو بتكون عاوزه تتكلم، وانج بيدخل وبيفكها. اهرب بسرعه، في قنبله مزروعه في الكرسي، اول ما امها تنفجر. اهرب بسرعه وانقذ نفسك. وانج بيحاول يشيلها. ما تقلقيش هرميها بره، وبيشتريها من الكرسي. وفجاه مشان بيقفل الباب. استقبل بقى يا عم البطل. وانج مش يقدر ينتقل بسبب اللعنه اللي في المكان، والوقت بيعدي وانج مش عارف يعمل ايه، فبينقل القنبله للبعد المكاني بتاعه. ما تقلقيش، فياو بتحضنه وبتعيط. وفي تلك اللحظات القنبله بتكمل العد التنازلي. ما تقلقيش يا ياو، انت في امان، مش هسيبك. القنبله بتنفجر جوه البعد المكاني. وانج مش قادر، وكأن كل خلاياه اتدمرت ومش قادر يتحرك. ياو مصدومه. وانج وعقل وانج اتشوش كله، وعقله بيصفر. تعرض لصدمه انفجار مرعبه لاقصى درجه، واليو بيغضب. ليه القنبله ما موتتكوش مع بعض؟ وبيدخل وهيصوب على ياو وخلاص هيقتلها. بيخترق جسمها بالرصاصات، وبيجي المساعد. سيدي مفيش وقت، ظهر ولازم نهرب في اسرع وقت. وبيهربوا فعلا، وياو بتترمي على وانج وخلاص. معقوله ياو ماتت؟ وانج مش مصدق. ياو انت اكيد عايشه. وفي تلك اللحظات بتظهر قوه خطيره جدا، وها قد وصل الجبار. مش هتقدر تنقذها. وفجاه بتختفي ياو وبياخدها من حضن وانج. لا هاتها، انا اللي هحميها. انت حتى مش قادر تحمي نفسك. وبيمشي. لا رجعها لي. وفجاه بيظهر العالم الموازي. انت ما تعرفش حاجة عنها ولا عن العالم الخارق والمظلم. ده كله بسببي، سيب كل ده عليا. وبيختفي هو وعالمه. وانج بيصرخ بعلو صوته. شينياو. لحظة حطمت قلب وانج ودمرت كل اماله، وكلمات شيجوتشين قضت عليه كليا. وبتمر الايام وياو اختفت وما رجعتش من يومها، واهلها ما يعرفوش عنها حاجه. ووانج حالته صعبه جدا، خسر كل حاجه. ياو اختفت والمكعب ما بيردش، والبعد المكاني اتدمر كليا. وانج ما فيش في ايده حاجه يعملها. على الاقل اعرف ازاي ارجع ياو. وفي اللحظه دي واحده بتخرج من عربيه وبتروح له. وانج عاوزين نتكلم، انا عارفه مكان ليو. فبيقول لها فين؟ فبتقول له تعالى نتكلم في مكان تاني. وبيروحوا فعلا. وانج بيقول لها قولي لي مكان ليو قبل ما اجاوبك، عندي سؤال. وبتتكلم. المقاتلين والخارقين والمتحولين، في رأيك ليه الناس العاديين ما يعرفوش عنهم حاجة؟ فبيقول لها ممكن بيتخفوا. لا بكل بساطة عشان في منظمات بتجمعهم وبتشغلهم لصالحها. وبتقول له على فكرة انا كنت بحميك من بعيد طول الوقت. فبيضحك وبيقول لها بتحميني؟ طب ليه في 3 ورايا مستعدين لقتلي في اي لحظة؟ وبتحط ايدها وراها. اقفي مكانك، اقفي مكانك، وكل المقاتلين هيهجموا. لا اياكي تلمسي السلاح اللي معاكي ده، والا هتتبخروا كلكم في لمح البصر. اهدوا كده وسيبوها تكمل كلام. وبتكمل فعلا. وانج بيفعل عينه وبيشوف هويتها. مو قائدة القوات الخاصة للتعامل بشؤون الخارقين. واحد بيقرب منها. وانج ده طلع اخطر بكتير مما توقعنا، خلي بالك كويس قوي. وانج بيقول بس قبل ما تتكلمي ايه هو هدفك؟ فبتقول له انت دلوقتي في خطر كبير جدا، وكل المنظمات حتى عينها عليك، فاحنا هنحميك مقابل انك تنفذ لنا 3 مهمات مش اكتر. فبيقول لها عاوزاني ابقى حارس شبه الافاقات دول، بس دول قوتهم لا تذكر، ما ينفعش اشتغل زيهم. واحد بيكلمها لو حصل اي حاجه مش هنقدر نتصرف معاه يا قائده، في الاغلب ده مقاتل من فئه عاليه قوي. والقائده بتكمل ومقابل المهمات اللي هتنفذها هقول لك على مكان ليو. فبيقول لها مهمه قدام معلومه انا عاوز اعرفها. وبيتفقوا. وبتقول له المهمه الاولى هتكون حارس الشخصي لمده يوم واحد بس وبراتب عالي جدا، وبتديله العقد. وخد بالك عشان لازم تجتاز الاختبار الاول واثبت لنا قوتك. وبعدها بيمشوا. وانج بيقول لنفسه دي مخاطره كبيره
بس لازم اعمل كده عشان عن طريقها هقدر ادخل مركزهم واعرف اكتر عن عالم الظلام ده. وهنا حارسة بيقول لها ليه عملتي معاه عقد؟ احنا ما تعودناش نعمل عقود مع ناس خطيرين زيه. فبتقول له ده عيل غلبان عنده قوة كبيرة مش اكتر وما يعرفش اي حاجة عن عالم الظلام والخارقين. فبيقول لها في الاخر هتقولي له عن مكان ليو؟ فبتقول له هو حتى ما يعرفش حاجة عن عائلة ليو ولا عننا. فهقول له اي كلام اتوهه بيه وخلاص. ده عاوزين يستغلوه يا جدعان. بس على مين يا بت؟ وانج قاعد فوقهم جوه البعد المكاني وسمع كل حاجة. بعدها بيرجع وروني بقى مين فينا هيضحك على التاني. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا وانج رايح لمكان الاختبار وبيوصل لهناك وبيلاقي قصر عملاق جدا وبيدخل وبيلاقي مجرمين ومقاتلين كتير جايين يعملوا الاختبار. وبيبدأ الاختبار الاول وبيكون عبارة عن ان كل واحد معاه 5 عملات وهيلعبوا لعبة التخمين ويراهنوا بالعمل اللي معاهم. وطبعا يا صديقي كل ده حرام، ملناش دعوة احنا بالكلام ده. وهنا وانج بيروح لترابيزة تخمين مكان العملة تحت اي كوباية وبيجي واحد وبيقول لوانج ما تيجي يا صاحبي تنافسني في اللعبة دي. فوانج بيقول له متأكد من اختيارك ليا كمنافس؟ فبيقول لنفسه الولد ده حذر جدا بس مهما عمل هيفضل هاوي، انما انا محترف وعندي خبرة سنين في المراهنات. وبيقول لوانج انت شكلك خايف. فوانج بيضحك انا خاف مستحيل وبيراهن بكل العمل. فالراجل بيضحك انت شكلك ناوي تروح بدري بدري ده انت لقطة. وبيراهن هو كمان بكل العمل والبنت بتبدأ وبتحرك العملة والاكواب بسرعة كبيرة جدا وبتخلص. دلوقتي تقدروا تختاروا. فالراجل بيقول خلاص اعتبريني في وسط، العملة موجودة في الكوب اللي على الشمال. والبنت بتقول لوانج وانت هتراهن على انهي كوب؟ فبيضحك براهن على ايدك اليمين. ايوه زي ما سمعتي. فبتوري له ايدها مفيش حاجة. لا ما هي بقت في ايدك الشمال، طلعي ايدك الاتنين. خلاص خدعتك اتكشفت. واوبا فعلا كانت مخبياها في ايدها وكلهم بيتصدموا والراجل مش مصدق اكيد في خدعة. ايوه اكيد الطاولة دي مغشوشة وبيشوفها. فبتقول له لا يا سيدي الطاولة مش مغشوشة ولا حاجة. فالراجل بيتصدم ده حتى انا اتخدعت، ازاي الشخص ده قدر يكشفها؟ مين الواد ده؟ يا ابن اللعيبة يا وانج. دخل ارتصهم ومشي على طول. وبيمر الوقت وكما هو متوقع وانج بيعدي كل الاختبارات بكل سهولة واللي اتبقى بس هم الاقوى في المكان كله وكلهم نخبة من المقاتلين المحترفين. وبعدها بيجي رجل الاعمال اللي يحموه وبيقول لهم بما انكم وصلتوا لهنا معنى كده انكم مقاتلين محترفين على اعلى مستوى، والنهارده بالليل هتبدا اول مهمة ليكوا وهي شوية تحديات ظريفة والجوائز غالية جدا، فاتمنى ليكوا التوفيق. وبعدها بيبداوا يتحركوا والسكرتيرة بتقول لوانج على كل التفاصيل وانهم هيبداوا بالمزاد وبيسالها على حاجة ده ايه؟ فبتقول له ده جوهر الاوبسيديان يعتبر اغلى حاجة معروضة في المزاد. وانج بيفتكر لما القنبلة فجرت البعد المكاني وساعتها كان اخر كلمات يسمعها من المكعب جوهر الاوبسيديان. فوانج بيقول انا لازم اخد الاوبسيديان ده عشان هو ده اللي هيرجع المكعب تاني. وبعدها بيوصلوا وبيدخلوا القاعة وكل اللي موجود هنا حرفيا هم اخطر رجال الاعمال واصحاب السلطة وكل واحد جايب معاه مقاتلين ومختالين محترفين جدا عشان يحموه واللي مستضيفهم بيتكلم. وزي ما متعودين هنبدأ ليلتنا بعرض وتحدي فاق مستوى المتعة والتشويق. وفجأة الارض بيظهر فيها باب سري وموجود قفص تحت الارض، والصدمة ان موجود جوه تمساح عملاق جدا وكله بيتصدم. لا ما تقلقوش سلامتكم هي اول حاجة تهمنا، وده ازاز قوي جدا ومضاد للرصاص فمحدش يقلق. قوانين اللعبة بسيطة، مسموح لاي مقاتل انه يستخدم اي سلاح هو عاوزه وهينزل تحت للتمساح ولو قدر ياخد الجرس اللي مربوط فيه فهيفوز بالتحدي، والجايزة هي عدد كبير جدا من سبائك الذهب. فوانج مصدوم، رجال الاعمال دول شوية حسالة ده ملوش علاقة بحمايتهم، دول بيتلاعبوا بحياتنا عشان المتعة. واول مقاتل بيدخل القفص ولسه بيهجم فجأة التمساح بيهجم عليه وبيفترسه في لمح البصر من غير ما يسمع عليه وكلهم بيضحكوا ولا كأن في واحد مات دلوقتي. وانج بيقول في حاجة غلط في التمساح ده، وصاحب الحفلة بيزود المكافأة كمان سبائك دهب. واحد بيبعت مقاتل من حراسه، فوانج بيقول دول شوية حمقى مستعدين يضحوا بحياتهم مقابل فلوس. فواحد بيقول له شكلك ما قريتش العقد، لو ما حدش اترشح انه يقاتل هيختاروا واحد عشوائيا وهيكون مجبر انه يقاتل غصب عنه. فوانج بيتصدم وهنا المقاتل بيسيب التمساح بضربات كتيرة ورئيسه فرحان ايوه اقتله فكر في الجايزة، والمقاتل بيهجم بسرعة جدا. فوانج بيقول للاسف المقاتل ده هالك لا محالة. وبوم فعلا التمساح بيفرتك الولا وصاحب الحفلة بيضاعف الجايزة ورجل الاعمال بيتكلم وكمان انا هضاعفها من عندي زيادة. فكله بدأ يفكر في كمية الفلوس اللي هيكسبها دي قادرة تغير حياتي كلها. هنا الطمع يعمي قلوب الناس. واحد بيترشح بس مقاتل تاني بيقول لا انا اللي هنزل، والمقاتل ده مشهور واسمه السم الذهبي. واحد بيقول ودلوقتي فالبقاء الاقوى. فوانج مش فاهم يعني ايه. فواحدة بتقول له لو اتنين اترشحوا فلازم يخوضوا معركة حتى الموت. دول مجانين يا جدعان. وانج بيقول بس حتى لو السم الذهبي ده قدر يفوز مع
اعتقدش انه هيقدر يهزم التمساح. فواحد بيقول له شكلك ما تعرفش السم الذهبي، وفي لمح البصر بوم السم الذهبي بيعض المقاتل وبيمتص دمه بالكامل وبيقتله. واحد بيقول السم الذهبي قدرته هي امتصاص الدماء، وبالطريقه دي بيزود قوته على حسب قوه خصمه، والسم الذهبي بينزل للتمساح وما بياخدش اي سلاح. كله مستغرب هو مجنون ده ولا ايه؟ بس وانج بيلاحظ حاجه وبيشوفه بيحطوا ماده معينه والتمساح بيهجم عليه بسرعه، بس بينط على راسه بكل سلاسه وبيلمسه بس بوم بيفرتك التمساح. وبعدها بياخد الجرس وبيفوز، وصاحب الحفله لسه هيدوله الجايزه، فالسم الذهبي بيبص حواليه وبيقول لا ابعتوها لي في حسابي. اوبا ده عارف انه لو خدها دلوقتي المقاتلين اللي بينظموا المكان مش هيسيبوه يخرج بالسهل كده. وبعدها صاحب المكان بيضحك، بس لسه ليلتنا بتبدا ودلوقتي هيبدا العرض الحقيقي. فوانج بيتصدم وبيحس بهاله مرعبه جدا، هو ايه اللي طالع ده؟ وبيظهر وحش جبار جدا وهالته مرعبه لاقصى درجه وكلهم بيترعبوا، ده مستحيل ده وحش اسطوري. وصاحب الحفله بيقدم جايزه ضخمه جدا، حرفيا ملايين بل مليارات، ثروه مش طبيعيه. وبعدها بيتقدم اول مقاتل، بس الصدمه الوحش بينط وبيحاول يكسر الازاز والناس بتخاف جدا، بس الوحش بينزل وبوم بيفرتك المقاتل وبياخد السيف بتاعه وبيحاول يكسر الحاجز والناس كلها مرعوبه. ايوه اكيد ده اللي عمل كده. وانج بيقول السم الذهبي رش مسحوق عشان يقدر يتعامل مع التمساح، ودلوقتي رش مسحوق مختلف عشان يعمل حاجز وفوضى في المكان. وفي اللحظه دي الوحش بيكسر الازاز فعلا والرعب بيتغلغل في قلوب الحاضرين، واحد بيخاف جدا. فوانج بيقول ده انتوا تنفعوا ممثلين والله، عاملين نفسكم خايفين ودي خطتكم اصلا، بس الفوضى دي كويسه وهقدر اجمع المعلومات اللي محتاجها. وانج بيكون ماشي بس واحد من المنظمين بيوقفه، ما تقلقش احنا الاربعه حراس المكان ده هنسيطر على الاوضاع. واحد من الاربعه بيهجم على الوحش بينيمه في الارض. شكل الاربعه دول في مستوى مختلف تاني يا جدعان. وانج بيلاحظ ان في واحد من الحراس مش موجود. ايوه قولوا كده من الاول. في الوقت ده بتظهر بنته وبتفنش الحراس وكمان بتفادي كل الكاميرات وبتنزل في مكان معين وكانها جايه رايحه تسرق حاجه، وشكلها دي الحارسه اللي وانج لاحظ غيابها، وبتلبس جوانتي البصمات وبتفتح باب الكنز، بس بتلاقي في وشها مقاتل من المنظمين الاربعه رايحه فين يا قمر انتي، وبتهجم عليه بسرعه بس بتصدق كل ضرباتها ومش قادره تعمل حاجه قدامه. وفجاه بيجي حارس وراها بس بالرجل وبترزعه في الجدار، وبيجي واحد تاني بس بترميه في حضن صاحبه ودب بتجيبه من الارض، بس فجاه بيهجم عليها المقاتل اللي وراها بسرعه. خلاص وقتك خلص يا اموره. لا بالهداوه كده. والبنت بتقول له ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها كنت رايح الحمام بس تهت. فبتقول له انت مفكر اني هصدق الكلام ده؟ وكل ده وانج ماسك المقاتل والمقاتل بيزعق ايه يا عم انت سيبني طيب، وبيهجم بسرعه بس وانج طق بالكوع وبينيمه جنب اخواته. ما قلت لك بالهداوه. والبنت مصدومه من قوه وانج وبتقول له انت معايا ولا عليا؟ فبيقول لها لا ده انا حارسك الشخصي. انت بتقول ايه؟ المهمه الاصليه هي حمايتك عشان هدفك انك تقتحم القصر وتاخدي حاجه في مهمه سريه مش كده؟ وانت عرفت منين؟ فبيقول لها بالمنطق كده لو كنت حارسه زينا ليه رئيسنا اللي المفروض نحميه واقف في المقدمه وانت واقفه في امن مكان بينا؟ نبيه برضه الولا وانج ده. فبتقول له على العموم المداخل كلها اتقفلت ومجموعه مقاتلين نظام هيوصلوا في خلال دقيقتين. طب يلا مستنيين ايه؟ وبيتحركوا. وانج بيسالها عن مكان الهروب، فبتقول له بتسال ليه؟ فبيقول لها انا هساعدك تلاقي الكنز وانت تساعديني في الهروب. وفجاه بيحس بحد جاي فبيشدها بسرعه وحد بيهجم عليه بوابل مرعب جدا من الرصاصات، وبيكون مقاتلين النظام وصلوا ومعاهم كمان حراس كتير جدا. وواحده بتقول اخرجوا والا، والبنت بترمي عليهم قنبله ضوئيه، بس وانج بيلبس النضاره الشياكه ودب بيرد لهم القنبله وبيجري بسرعه، بس البنت بتلحقهم وبتقابلهم في وشهم. هتروحوا فين بس؟ ده المكان بيتنا برضه. وكمان بيجي مقاتل تاني من وراهم. لا مش بس كده، التالت بتاعهم بيخترق الجدار وكان هيسيبهم، والبنت بتقاتل اللي مع وانج. وفي اللحظه دي بوم الضخم بيلزق وانج في الجدار والبنت متوتره وقلقانه، وفجاه بيظهر وراها الضخم وبالبوكس بيطيرها جنب وانج. التلاته دول جامدين قوي يا جدعان. بس وانج بيضحك، اذا كنت كده ميت وكده ميت انا هخاف من ايه؟ بيخرج قنبله وبيكون هيفجر المكان كله، بس المفاجاه انها مزيفه يا صديقي، وبيجري بسرعه منهم وبيدخلوا مكان يستريحوا. وانج بيقول التلاته دول اقوياء ومتناغمين مع بعض، والبنت بتقول له انت لو كنت لوحدك كنت قتلتهم مش كده؟ وبتعرف انه ما قتلش عشانها، وبيقول لها انت مهمه انا لازم اخد كل المعلومات اللي محتاجها، بس دلوقتي هم جايين. وانج بيمشي وبيروح يقابلهم، فالمقاتله بتقول له انت هربتها وجاي لنا برجليك وبتخلي واحد يروح يدور عليها ولسه هتهجم على وانج. فجاه البنت بتظهر من فوق وبتديها حبه شقلباظات ونازله فوق المقاتله ضرب، بس فجاه بيظهر الضخم وراها وهيسيبها. رايح فين بس؟ وبوم وانج بينكعوا بوكس بيجيبوا الارض، وكمان البنت بتديها رجل بتنيمها جنب زميلها، وبعدها بيكملوا طريقهم. وانج بيكسر الجدار وبيدخلوا مكان الكنز. وانج بيشوف هناك جوهر الاوبسيديان فبياخدوا معاه، وبعدها بيكملوا طريقهم وبيكونوا نازلين للمعمل. في الوقت ده بيظهر شخص شكله خطير جدا وبيزعق للثلاث مقاتلين اغيب شويه بس الاقي كل الفوضى دي شويه عيال عملوا فيك
بيجوا كده وهنا وانج والبنت نازلين من الاسانسير، بس مستنيهم حراس وبتجيلهم اوامر اقتلوا اي حد يخرج، بس البنت بتعطل الكاميرات، دول مستنينا، واول ما الاسانسير بيفتح البنت بتفرتكم في غمضة عين. وفي الوقت ده بيكون المقاتلين الثلاثه بيدوروا في كل حته على وانج والبنت اللي معاه، والدنيا مقلوبه عليهم حرفيا. وهنا وانج والبنت بيروحوا المعمل وبيكون في دم ووحوش في كل حته، والبنت بتقول هنا بيعملوا ابشع الجرائم والتجارب عشان يحولوا الوحوش والبشر لقوه عسكريه. وبيروح للدكتور وبتقول له يلا هات العلاج، فبيقول لها لا زي ما اتفقنا هات اللي خدتيه من الصندوق الاول. وبتقول له بس الاول ازاي اتاكد ان العلاج ده فعال، فبيوريها تجارب هو عاملها، وبيكون من خلال تجاربه خلى الاربعه المنظمين يكتسبوا قوه كبيره. وبيقول بس زعيمنا وقف المشروع، فبتقول له ليه، فبيقول لها عشان عاوز يصنع اخطر سلاح في تاريخ البشريه وفاضل لهم 5% بس. فالبنت بتزعق وبتزقه اخرس فين علاج جدي، فبيقول لها مش معايا دلوقتي، بس لو اديتيني اللفيفه اللي اخدتيها من الخزنه هقدر اكمل مشاريعي واصنع العلاج. بتنزل فوقه بالبكاسي وبتضربه ده انت حقير نصاب، قلت له انه معاك عشان اجيب لك اللي انت عاوزه، اتشاهد على روحك يروح امك. وبتكون هتطير رقبته. وفي اللحظه دي وانج بيحس بتزايد ضربات قلبه وفجاه بيختفي وبيلاقي نفسه في البعد المكاني، بس بقى اكبر وقوته زادت جدا وبيسمع صوت المكعب. مره وقت طويل يا سيدي، ايوه ده الاوبسيديان مدى المكعب بالطاقه وقدر يجدد البعد المكاني، بل وكمان قوته زادت. ومن الناحيه الثانيه البنت بتخرج كل الوحوش اللي في المختبر وبيهجموا على الحراس والمنظمين، وفجاه بيهجم وحش مرعب جدا على الاول وبيفرتك احشائه حرفيا، والبنت بتمسكه وبتسحبه بكل قوتها، والضخم بيديله حته بوكس بيدمره. وهنا البنت واقفه قدام طريق مسدود، وفي اللحظه دي المقاتله بتهجم من ظهرها، بس البنت بتلحق نفسها في اللحظه الاخيره وبتستفزها وبتقول شكل الوحوش خلصت على الثالث بتاعكم. فالمقاتله بتغضب جدا وبتتبادل معاها ضربات سريعه وقويه جدا، بس المقاتله بتلسعها في الجدار وبتمسكها، والضخم بيهجم عليها بقوه وحشيه حرفيا. البنت بتتفادى الهجوم، بس هتروح فين بس؟ المقاتله بتجيبها الارض والضخم بيقف قدامها، والبنت خلاص فقدت الامل في الحياه، وبتقول لهم انتوا حساله قتلتوا عدد كبير من الارواح عشان تجاربكم الوسخه، انتوا اللي لازم تموتوا. فبتضحك وبتقول لها طب وريني مين فينا هيموت الاول، والضخم بيهجم باقصى قوته عليها وخلاص هتموت، بس فجأة الزمن بيقف، الضخم بيترزع في الأرض. قد وصل الجبار والرايق وانج وقوته بتزلزل المكان كله حرفيا، والبنت مش مصدقة العظمة اللي شايفاها. وفي اللحظة دي المكعب بيتكلم سيدي في عدد مهول جدا من الوحوش جاي، فوانج بيقول للمقاتلة استقبلي بقى، فبتبص وبتتصدم بس بتقول ما انتوا مزنوقين معايا، ولسه ما كملتش كلامها باي باي. وانج بياخد البنت وهوب بيختفوا. دول هيلعبوا بيها لعبة حرفيا يا جدعان. وهنا وانج والبنت نزلوا الانفاق، والبنت لسه بتقول له لما نهرب لا مفيش هروب يا امامير. فجأة بيظهر الزعيم بتاعهم والمكعب بيتكلم سيدي الشخص ده قوته مرعبة جدا حتى انا ما حسيتش بوجوده. فوانج بيتصدم ازاي، فبيقول له قوته تفوقك بمراحل، بل وكمان هو بيخفي قوته الحقيقية. صدمة نزلت على وانج كالصاعقة، وفي اللحظة دي بيختفي وبيظهر قدام وانج مش عارف ليه، بس حاسس انها استمتع معاكوا قوي، وقوته بتزيد وبتزلزل في المكان، ولسه يحط ايده على البنت بس وانج بيمسك ايده لا ما تتهورش، والزعيم بيغضب انت مفكر نفسك حاجه يالا. وانج بيهجم عليه بضربه صاروخيه، بس الصدمه انه بيتصدى ليها وايده بتتحول لشفره حاده جدا، وبيهجم على وانج بضربات كتيره، وانج بيتحاول يتفاداها بس بيبعده، وفجاه بيظهر قدامه وخلاص هيسيبه، بس البنت بتهجم عليه بسرعه ده بيتصدى ليها كمان، وبيدي وانج بالرجل اللي بيطيره تعالي لي بقى يا اموره، بس فجاه بيظهر وانج وراه بوم بالرجل في وشه، بس ابن المفتريه بيمسك وانج بوم بيرزعه في الارض بقوه مرعبه جدا، وبيظهر سلاحه وهيهجم، بس البنت بتمنعه وفجأة بتختفي وبتتحرك بسرعة جدا وهتصيبه، بس بيتفاداها بكل سهولة وبيبص وراه وبيهجم على وانج، بس وانج بيظهر وراه وبيسيبه في وشه فبيبعد بسرعة. صراحة انت عجبتني، والانتقال الآني ده تقنية محرمة مش عارف انت اتعلمتها فين، بس كل ده بيبطئ من موتك مش اكتر. وانج عارف كويس ان ما عندهمش فرصة قدام الوحش ده، وبيقول للمكعب يبدأ في استخدام تقنيته الجديدة وهيدمج قوته بالسكينة اللي معاه، بس هياخد وقت كبير وبيبدأ فعلا. بس فجأة الزعيم بيظهر قدامه بوم بيسيب وانج بضربه فتاكه يا جدعان، البنت بتهجم عليه بس بيطير سيفها بكل سهوله، ابعدي. وانج بيهجم بسرعه من وراها بس بيمسك رجله بيرزعه في الارض، والبنت بتهجم بس ولا بيتفاداها وبيمسك دماغها وبالرجل بينيمها في الارض، وبيطير وانج بالرجل مره تانيه. الولد ده مرعب جدا يا جدعان. وانج بيزعق اهربي وبيحاولوا يعطلوه وبيجروا، بس فجاه بيظهر وراها مين اللي سمح لك تهربي، بس وانج بيهجم عليه فجاه ريح يا حبيبي، ودب بيجيب وانج الارض وبيمسك البنت من رقبتها وبوم بيرزعها في الجدار.
الجدار. الزعيم نازل فيهم ضرب ومش راحم، بس وانج بيجي على نفسه وبيهجم، بس بيمسك ايده وبوم بالبوكس بيخترق امعاء وانج وبيهجم مرة تانية، بس لا حياة لمن تنادي. انت عاوز تموت يلا ولا ايه؟ بيرزع وانج في الجدار. وانج في موقف صعب جدا ومش قادر يعمل حاجة قدام الوحش ده، بس كل ده وانج بيجهز لتقنيته الفتاكة، والمكعب بيقول له لسه باقي دقيقة، بس الزعيم بيروح له وبيضربه وبيرفعه من رقبته، واوبا وانج بيتخنق وبيفقد الوعي وضربات قلبه بتتذاب بسرعة، والزعيم بيضحك بعلو صوته، بس في اللحظة دي بوم البنت بتخترق جسمه بالسيف. دي نهايتك، ورايحة تاخد وانج ويمشوا. لا اهربي. في اللحظة دي بتظهر هالة مرعبة لأقصى درجة، وكانت الصدمة ده ما تأثرش بأي حاجة يا جدعان. بيصيب البنت بضربة خطيرة جدا وبيشتل سيفها وبيروح لها ويقتلها. خلاص دي نهايتك. بس لا، الآن لقد اكتمل الدم. وانجي بينطلق بسرعة هائلة جدا وبوم بيغرز السكينة في ايده. هو ده اخرك؟ وبوم بيسيب وانجي بضربة فتاكة حرفيا. بس خلاص باي باي يا عمهم. السكينة بتنفجر بقوة جبارة جدا، بتجمد الزعيم في لمح البصر، والبنت بتفرح خلاص مات. ولكن كانت خيبة الأمل، المكان بيتزلزل. سيدي الزعيم قوته بتزيد بشكل مهول جدا. اهربي، لازم نهرب في أسرع وقت. بيجروا بسرعة والمكان بيتهدم من رعب القوة اللي داخلة عليهم، وبيوصلوا لنهاية النفق. وانجي بيقول لها يلا روحي. طب وانت؟ وانجي مصاب إصابات خطيرة جدا، بتنفجر قوة مرعبة جدا من وراهم. محدش هيهرب من هنا، جبروت ورعب وكأن طوفان داخل عليهم. فوانجي بيزقها في المية. معقولة خلاص؟ وانجي بيضحي بحياته. بيحصل انفجار جبار جدا والزعيم قوته بتنفجر، بس وانجي فين؟ يا ابن اللعيبة، في لحظة الانفجار انتقل آنيا ودخل جوه البعد المكاني. يا جدعان، ده كابوس بالمعنى الحرفي. وانجي نجا بأعجوبة حرفيا. وبتعدي الايام وهنا وانجي مع البنت دي في مكان شركتها، وبتقول له ينضم للمسابقه بتاعتها للابطال الخارقين، وفي المسابقه دي هيقابل اقوى واشرس المقاتلين في العالم. وبتقول له معلومه بس، شيجوتشين هو بطل المسابقه دي واللي فاز فيها قبل كده. فبيقول لها بس اوصل له ازاي؟ فبتضحك وبتقول له منظمات العالم كله بتدور عليه، انت هتلاقيه بالسهوله دي. لازم تدخل وسط المقاتلين دول عشان تقابله، وعشان كده انضم لفريقي واكسب البطوله، واكيد هتلاقي طريقه تقابله بيها، وكل خطوه تقربك من مكسب البطوله اكيد هتقرب اكتر انك تلاقي حبيبة القلب شينياو. وانجي بيوافق، ومن هنا هتبدأ رحلة وانجي في اكتشاف قوته الحقيقية ووصوله لشيجوتشين.